الحكومة أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة بخصوص هذا الغلاء وبخصوص هذه السطوة الكبيرة الغير شرعية التي سطى بها الوسطاء على مقدرات المجتمع المغربي. على سبيل المثال أتحدث عن نفسي، أقسم بالله العلي العظيم أنني أقطع مجموعة من المواد منذ شهور. مش يجب أن يوضع سعر لكل مادة تباع في الأسواق المغربية، ولا يجب أن نحتكم إلى ما يسمى أو قاعدة العرض والطلب. أصبح بقدرة قدره يتعدى 8,000 درهم أو أكثر. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أنا رشيد، وهذه قناتكم التي سنتحدث من خلالها عن جميع المواضيع والأحداث والأخبار التي تهم المجتمع المغربي دون زيف، دون خوف، وبكل حرية، وذلك في إطار ممارستنا لحقوقنا الدستورية، لكن دون أن نمس حرية الآخرين أو نتعرض لحياتهم الشخصية. إذا متابعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم سنتحدث فيه عن ذلك الخبر أو ذلك القرار الذي اتخذه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وشفاه بخصوص تعطيل أضحية العيد أو مناسك أضحية العيد لهذه السنة. إذن سنناقش مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع أو هذا الفيديو ذلك الخبر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط المغربي، وداع صيته أيضا ووصل صيته وصداه إلى باقي الدول العربية. هذا الخبر هو القرار الذي اتخذه صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله وشفاه بخصوص تعطيل أو إلغاء شعيرة التضحية لهذه السنة. كما تعلمون مشاهدينا الكرام، هذا الخبر أثار فرحة كبيرة، إن لم أقل عند جميع المغاربة، فعلى الأقل أثار فرحة كبيرة لدى أغلب المغاربة. ولا أخفيكم مشاهدينا الكرام، أنا شخصيا فرحت كثيرا لهذا الخبر، ليس لأنه تم تعطيل شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى المسلمين، ولكن لأنه تم تعطيل عملية نصب كبيرة كان يتعرض لها المغاربة باسم الدين. ونحن هنا لا نتعرض للدين أبدا وحاشا لله، ولكن بعد الفئات سمحهم الله اتخذوا من هذا العيد موردا يسترزقون به أموالا طائلة. وهنا أتحدث بصفة خاصة عن الكسابة وعن الشناقة وعن المضاربين، هؤلاء المضاربين الذين استولوا على كل شيء في هذا البلد العزيز. نعم مشاهدينا الكرام، أنتم تعلمون علم اليقين أين وصل بنا الحال، ونحن نشاهد المضاربين يضاربون في كل شيء، يضاربون في التمور، يضاربون في الخضر، في الفواكه، يضاربون في اللحوم، يضاربون في تربية الأغنام، يضاربون في كل شيء، حتى وصل بنا الحد أن جميع الأثمنة لجميع المواد هنا في المملكة المغربية قد ارتفعت أسعارها إلى أضعاف مضاعفة، نتيجة لهذا الجشع الذي طبع مجموعة من المغاربة أو المضاربين الذين كما قلت آنفا استولوا على مجموعة كبيرة من مقدرات المملكة المغربية. وذلك لأنه نحن هنا في المملكة المغربية عندنا قانون يسمى قانون المنافسة، وبالتالي الدولة لا تتدخل في مثل هكذا موضوع. وهذا ما استغله هؤلاء المضاربون وهؤلاء الشناقة الجشعون الذين استولوا كما قلت لكم على كل شيء في هذا البلد. نرى المضاربين يضاربون كما قلت لكم في الفواكه والخضر واللحوم، كل شيء يضاربون فيه، حتى أصبحت أثمنة جميع المواد أثمانها أضعاف مضاعفة، تضاعفت بشكل لافت، ووصل بنا الحال إلى أرقام أكثر من قياسية. أقسم بالله العظيم أنها أرقام أكثر من قياسية. وأنتم تعلمون مشاهدينا الكرام أن هذا القرار نزل كالصاعقة على هؤلاء المضاربين. إذا مشاهدينا الكرام، الغلاء كان هو السبب الرئيسي الذي جعل جلالة الملك محمد السادس شفاه الله أن يتخذ هذا القرار الذي هو بطبيعة الحال في صالح المجتمع المغربي وفي صالح شريحة كبيرة من المغاربة. وهنا أذكر الطبقات الضعيفة الفقيرة، وأذكر الطبقات المتوسطة، وحتى الطبقات الغنية هي أيضا فرحت لهذا الموضوع، لأنه بكل صراحة أثار اشمئزازنا كثيرا أن هؤلاء المضاربين استولوا على كل شيء
والسلطات تتفرج عليهم دون أن تتدخل. وأنتم كما تعلمون كما قلت آنفا أن القانون المغربي ينص على حرية الأسعار، وبالتالي أي أحد يمكنه أن يطلب في بضاعته ما يشاء. وهذا هو السبب الذي جعل هؤلاء المضاربين يضاربون في كل شيء ويستولون على جميع المقدرات التي تخص الشعب المغربي. لكن اللافت للأمر مشاهدينا الكرام ليس هذا، اللافت للأمر هو تدخل بعض، هنا أفتح قوس وأقول بعض العلماء، أعيد مرة أخرى، بعض العلماء في خارج المملكة المغربية هم أصلا لا يتبعون للمذهب المغربي، المذهب المالكي، فتراهم يتكلمون عبر السوشيال ميديا في مثل هكذا مواضيع ليثيروا انتباه المشاهدين ويحصلون على كثير من اللايكات والمشاهدات. وهنا أخص بالذكر هذا المدعو مصطفى العدوي الذي أثار ضجة كبيرة في أوساطنا المغربية لأنه تدخل في أمر من أمور المغاربة. هو لا يعلم شيئا عن الذي يقع هنا في المغرب، هو أصلا لا يحيط بما يحيط به المغاربة. جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حينما اتخذ هذا القرار فهو لم يتخذه لوحده، وإنما اتخذه استنادا إلى مجموعة من العلماء الذين يشكلون المجلس العلمي الأعلى في المغرب، وهم الذين يفتون في مثل هذه الأمور. إذا لاحظتم مشاهدينا الكرام أن الفتوى التي أصدرها هذا بين قوسين هذا العالم، أنا في نظري عالم السوشيال ميديا، عالم اليوتيوب والفيسبوك، نحن عندنا هنا في المغرب علماؤنا لا يتطاولون على الدول الأخرى ولا يفتون أبدا في مسائل مثل هكذا، لا يفتون فيها أبدا. وعلماؤنا لا يلجؤون إلى قنوات السوشيال ميديا، إلى اليوتيوب والفيسبوك أبدا. في المملكة المغربية علماؤنا يهتمون بشعبهم ويهتمون بأمورهم ولا يهتمون بأمور الدول الأخرى. لهذا لا ترى أبدا أن عالما مغربيا سئل مرة من دولة أجنبية أو من دولة عربية أخرى عن شيء يهم تلك الدولة فيجيبهم أو يفتيهم ذلك العالم المغربي. العالم المغربي لا يفتي في مثل هذه الأمور لأنه بكل صراحة هو عالم متشبع بالقوانين التي تسري على جميع العلماء هنا في مذهبنا المالكي. كما قلت نحن المغاربة لا نفتي في أمور الآخرين، نحن أدرى بشعابنا وأنتم أدرى بشعابكم. فإذا كيف لهذا العالم وبعض الدعاة أن يتدخلوا في موضوع بعيد عنهم؟ هم أصلا كما قلت لا يلمون بهكذا أمور لأنها لا تخص بلدهم ولا يعلمون ما يقع هنا في المغرب. المسألة هنا في المغرب ليست مسألة التضحية وليست مسألة العيد، وإنما هي مسألة تخص الجشع. هذا العالم بين قوسين عالم السوشيال ميديا لا يعلم أن ثمن الخروف قبل 3 سنوات تقريبا، خروف يزن تقريبا ما بين 50 و 60 كيلوغراما، كان ثمنه لا يتعدى 2500 درهم، وفي أكبر تقدير لا يتعدى 3000 درهم بقدرة قادر. وفي ظرف 3 سنوات هذا الخروف الذي قلت لكم يزن وزنه بين 50 و 60 كيلوغراما والذي كان ثمنه بين 2500 و 3000 درهم أصبح بقدرة قادر يتعدى 8000 درهم أو أكثر. إذا كيف مشاهدينا الكرام لله سبحانه وتعالى أن يرضى أن يضحي عباده بشيء أنا أعتبره حرام؟ لأن هذه الأضحية التي سنضحي عليها هي أصلا نبعت من شيء حرام. هذا هو اعتقادي. كما نقول بالدارجة المغربية لا يمكن لأحد أن يفكر بفكري، لا يمكن لأحد أن يدخل المخ ديالي ويحيدها لي من المخ ديالي. أنا ما نقدرش نعيد على واحد العيد الثمن ديالو 2000 درهم ولا 3000 درهم ويجي واحد ويحسبوا لي 8000 درهم ونقول ولا حقا ما حقا غادي نضحي لوجه الله. أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم على نفسه، فكيف به سبحانه وتعالى أن يرضى الظلم على عباده؟ وهذا هو الصواب في نظري أنا. طب بطبيعة الحال قد أصيب وقد أخطئ، ولكنه المنطق. نحن أيضا يجب أن نحتكم للمنطق. إذا كان ثمن الخروف ثمنه الحقيقي
ومصاريفه وتكلفته لا تتعدى 2000 أو 2500 أو 3000 درهم، ثم يأتي مثل هؤلاء علماء السوشيال ميديا الذين في الحقيقة لا مكان لهم إلا عند أولئك المغسولي الدماغ. بعض الفئات التي تفكر في الحقيقة تلك الفئات تفكر بالعاطفة. أنتم تعلمون أن نحن المغاربة متشبتون بديننا، ولكن مجموعة كبيرة أو مجموعة صغيرة من المغاربة يفكرون بشكل عاطفي، بينما الدين الإسلامي يركز على المنطق ويركز على أحكام الشريعة الإسلامية. لا يجب أن نفكر كل شيء يتعلق بالدين يجب أن نستسلم له هكذا أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنا ذلك. إذا مشاهدينا الكرام، هذا موضوع أثرته جانبا، ثم نعود مشاهدينا الكرام للموضوع الأساسي، والذي هو الغلاء الذي أدى إلى قرار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإلغاء هذه الشعيرة لهذه السنة فقط. وهنا نقول أنها تعطيل مؤقت فقط. وإذا لاحظتم في صياغة أو ديباجة الخطاب الذي تلاه وزير الأوقاف نيابة عن جلالة الملك محمد السادس، فمحمد السادس حفظه الله قال بكلمة واضحة، قال نهيب، إنه مصطلح واضح. العلماء وعلماء اللغة العربية يفهمون جيدا ماذا أقصد. نهيب إذن ليست كلمة أمر. فمحمد السادس حفظه الله أصدر قرارا بطبيعة الحال هو قرار مطاع من جميع السلطات ومن جميع الفئات، لكنه كان بلاغا لطيفا. كما قلت، قال بالمصطلح أو بالحرف الواحد نهيب، ولم يقل كلمة أخرى. إذا مشاهدينا الكرام، هذا القرار الذي اتخذه محمد السادس حفظه الله ملك المغرب أثار ضجة كبيرة، لأنه كل المغاربة كانوا ينتظرون هذا القرار بفارغ الصبر الذي طال انتظاره. بطبيعة الحال هذا القرار كان يمكن أن يتخذ منذ 3 سنوات تقريبا. إذا لاحظنا مشاهدينا الكرام أنه منذ وصول جائحة كورونا إلى المغرب وإلى باقي دول العالم ارتفعت أسعار بعض المواد، هذا الارتفاع الناتج عن ذلك الوباء الخبيث الذي أصاب الأمة كاملة استغله هؤلاء المضاربين، فبدأوا يزايدون سنة بعد سنة، شهرا بعد شهر، يوما بعد يوم، يزيدون في الأثمان، والشعب لا يستطيع أن يقاوم. نعم مشاهدينا الكرام، وكما قلت لكم سابقا، نحن المغاربة متعطشون للدين، ونتفهم جميع الأحكام التي يحكم بها ديننا الحنيف، ولذلك ترانا منذ سنين طويلة ونحن نضحي بأجمل الأكباش وبأقواها وبأكبرها، ليس تباهيا بيننا، ولكن نتباهى أمام الله سبحانه وتعالى لأنها تضحية لله سبحانه وتعالى. وهذا ما استغله كما قلت هؤلاء المضاربين وهؤلاء الشناقة المعروفين لدينا هنا في المغرب. إذا مشاهدينا الكرام، سطوة الوسطاء على مقدرات المغاربة في كل المجالات، كما قلت في اللحوم، في الملابس، في الخضروات والفواكه، في كل شيء. هؤلاء الوسطاء سطوا على كل شيء، لم يتركوا للشعب المغربي أي شيء. حتى الغني في بعض الأحيان لا يستطيع شراء بعض الأشياء وإن كان بمقدوره، لكنه يتأفف عن ذلك. إذا متابعينا الكرام، تحدثنا عن الغلاء، تحدثنا عن جشع الكسابة، وتحدثنا عن سطوة الوسطاء. ولكن أيضا مشاهدينا الكرام، من الأسباب التي أدت إلى تغول وسطوة هؤلاء الوسطاء والشناقة والكسابة هو لا مبالاة السلطات المحلية في كل مدينة، ولا مبالاة الحكومة أيضا. الحكومة أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة بخصوص هذا الغلاء وبخصوص هذه السطوة الكبيرة الغير شرعية التي سطى بها الوسطاء على مقدرات المجتمع المغربي، لأن السلطات تنظر بأم عينيها وتتفرج ولا تتخذ أي موقف. يعني المراقبة في غالب الأحيان تكون مراقبة سطحية، وتكون مراقبة ماذا نقول عنها، مراقبة موسمية إن صح التعبير، مثلا مراقبة خلال شهر رمضان أو خلال عيد الأضحى أو خلال عيد الفطر. يعني مراقبة ليست مستمرة، وإنما مراقبة كما قلت موسمية.
وهنا أفتح قوس مشاهدينا الكرام، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تصدر قرارا بتسعير جميع المواد في المغرب، بمعنى يجب أن توضع لائحة تنشر على الأكثر كل 15 يوما، تنشر فيها أسعار جميع المواد المغربية، عفوا جميع المواد التي تباع في الأسواق المغربية. على سبيل المثال يجب أن يتم تسعير الطماطم والبطاطس واللحوم، وهنا أتحدث عن لحوم الأسماك ولحوم الأغنام ولحوم الإبل ولحوم الأبقار. يجب أن يوضع سعر لكل مادة تباع في الأسواق المغربية، ولا يجب أن نحتكم إلى ما يسمى أو قاعدة العرض والطلب. وفي الحقيقة هذه القضية، قضية العرض والطلب، هي سلاح ذو حدين. أنتم تعلمون مشاهدينا الكرام أنه حينما ينقص الطلب الأثمان تنخفض جدا، لكن المغاربة هم شعب مستهلكون، وبالتالي هذه القاعدة لن تصلح للمغاربة. المغاربة شعب يستهلك يقتني كل شيء. المغاربة يقتنون كل شيء وحتى وإن كان غاليا، يعني فالمغاربة يقتنون كل شيء، ولهذا يستغل الوسطاء كل ذلك فيرفعون من أثمان جميع المواد، وهذا ما سبب لنا هذا التضخم الكبير في الأسعار. وهنا أعود مشاهدينا الكرام لأقول على أن الحكومة يجب أن لا تخضع السوق لمنطق الطلب والعرض، لأن كما قلت هذه القاعدة ليست في صالح المجتمع المغربي. ويجب، وهنا أكرر، يجب على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تقرر إصدار لائحة أسعار تحين كل 15 يوما على أكبر تقدير. والجميل أو الأجمل هو أن تحين هذه الأسعار كل أسبوع، حتى يعلم المغاربة أثمنة كل مادة، يعلمون أثمنة اللحوم، أثمنة الأسماك، أثمنة الدواجن، أثمنة الفواكه والخضر. على الشعب أن يعلم الأسعار المحينة كل أسبوع أو كل 15 يوما على الأكثر. ومن الأسباب أيضا مشاهدينا الكرام هناك سبب رئيسي لقد ذكرته بشكل غير مباشر، ولكن سأذكره هنا بشكل واضح، وهي لهفة المغاربة على الاقتناء. هذه اللهفة ساهمت أيضا كثيرا في تشجيع هؤلاء الوسطاء وهؤلاء المضاربين وهؤلاء الشناقة على الرفع من أثمنة جميع المواد في المغرب. لا يجب على المغاربة أن يلهثوا وراء جميع المنتوجات ووراء جميع المواد. حينما ترفع أثمنة بعض المواد، على المغاربة أن يفطنوا لذلك. نعم مشاهدينا الكرام، على المغاربة أن يفطنوا لذلك. إذا ارتفع ثمن مادة معينة، أنا هنا على سبيل المثال أتحدث عن نفسي، أقسم بالله العلي العظيم أنني أقطع مجموعة من المواد منذ شهور مشاهدينا الكرام، إلا إذا كنت مكرها على شيء. على سبيل المثال إذا حضر الضيوف فهناك أكون مضطرا لاقتناء بعض الأشياء التي أحرمها على نفسي. أنا كما قلت لكم مشاهدينا الكرام أتبع مقاطعة أوتوماتيكية تلقائية، لا أنتظر أحدا أن يفتي علي أو أن يقول لي قاطع ذلك المنتوج. أبدا، أنا لا أنتظر من أحد أن يقول لي ذلك. أنا أقاطع كل منتوج ارتفع ثمنه عن اللازم وعن الحدود المعروفة، فأنا أقاطعه بشكل تلقائي أوتوماتيكيا، لا أنتظر من أحد أن يقول لي ذلك. وكذلك على كل مغربي سوي أن يفعل نفس الشيء، لا تنتظر من الآخرين أن يدعوك إلى المقاطعة، قاطع تلقائيا. على سبيل المثال كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، قد يسأل أحدكم صاحب حانوت وهو جاري، حينما أذهب إليه لأقتني على سبيل المثال البيض، أسأله عن ثمن البيض فيقول لي 34 درو عندنا هنا في وجدة. 34 درو بمعنى 150 170 تقريبا 170 سنتيم إن لم أخطئ. حينما يقول لي ذلك الثمن كنقول له بالضحك وبصراحة، كنقول له خليه عندك أنا ما نشريهش. هكذا كنقول له ما نشريهش، وأقسم بالله العظيم لحدود الساعة البيض لا أشتريه كما قلت لكم إلا إذا اضطررت إلى ذلك، وهي حالات شاذة أكون مرغما عليها.
وقس على ذلك اللحوم الحمراء، أنا قاطعتها تقريبا منذ أكثر من سنة، حتى تضحك معي. خلال سنة الله أعلم اقتنيت اللحم مرتين، ما عدا الدجاج والأسماك. أنا أقتني الدجاج والأسماك لأنني مقطع للحوم، وحينما ينخفض أسعار هذه اللحوم بطبيعة الحال سأقتنيها مثل جميع المغاربة. وهكذا يجب عليكم مشاهدينا الكرام أن تكونوا. أنا لا أدعوكم لأي شيء خارج عن القانون، ولكنه المنطق. أنا هنا أتحدث عن نفسي، أنا أقاطع أي مادة يرتفع سعرها القانوني عن الزائد، إذا أقاطعها بشكل تلقائي ولا أنتظر من أحد أن يقول لي ذلك، وكذلك يجب على كل سوي أن يفعل. نتكلم مشاهدينا الكرام أيضا عن وقع هذا القرار الذي أثار ضجة كبيرة في المجتمع المغربي. قلت أتحدث أيضا عن هذا القرار الذي اتخذه صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله. وقع هذا القرار على الوسطاء والكسابة. هؤلاء الكسابة والشناقة والإقطاعيين إن صح وصفهم هم الآن في بكاء هستيري وفي تذمر. نعم مشاهدينا الكرام، الكسابة والوسطاء والشناقة وكل أولئك المضاربين الذين يضاربون في أضاحي العيد ويستغلون تدين المغاربة للرفع من أسعار تلك الأضاحي بشكل مهول وشكل أكثر من القياس. هؤلاء الشناقة وهؤلاء الكسابة وهؤلاء المضاربين هم الآن في بكاء عميق وبكاء هستيري وتذمر، وهذا ما جعلهم مشاهدينا الكرام يلهثون. أنا أتكلم عن هؤلاء الوسطاء الذين تسلطوا على مقدرات المغاربة، خرجوا بشكل هستيري وأخرجوا معهم جميع تلك الأغنام وتلك المواشي التي صراحة أنا شخصيا صدمت من ذلك، وأعتقد حتى أن الحكومة والدولة صدمت لذلك. مجموعة كبيرة وأعداد غفيرة وكثيرة من الأغنام ظهرت فجأة في السوق، وهي بالأمس القريب لم تكن موجودة. نعم مشاهدينا الكرام، أظن أن مجموعة من الناس قد لاحظوا هذا خلال هذه الثلاث أيام الماضية. بعد القرار قد لاحظتم جميعا في الفيديوهات، وقد اعترف الكسابة والوسطاء بعظمة لسانهم أنهم كانوا يحتكرون هذه الأغنام، وكانوا إن صح التعبير يدخرونها في منازلهم وفي إسطبلاتهم بدون وجه حق. وحينما سألهم أحد الصحفيين لم يجيبوا، حتى تكلم كما شاهدتم في أحد الفيديوهات، لا أريد أن أريه على الكاميرا، ولكنه فيديو منتشر بشكل رهيب. حينما تكلم أمام الصحفيين، تكلم أحد المواطنين وهو في سوق الأغنام، تحدث عن كون هذه الأغنام وعددها الكبير أنها لم تكن موجودة. حينها اضطر أحد الكسابة أو أحد الوسطاء اضطر للاعتراف، وقال بعظمة لسانه على أنهم لم يكونوا يحتكرون تلك الأغنام، وإنما كانوا كما نقول بالدارجة كانوا كيدربوها على الدولة باش لكي لا يصعد أو لا يرتفع المؤشر الاجتماعي، وبذلك من أجل أن يستفيدوا من تلك 500 درهم أو 700 درهم أو 1000 درهم أو 1200 درهم حصة الدعم التي تمنحها الدولة للفقراء. هذا بعظمة لسانهم، بعظمة لسان أولئك الكسابة وأولئك الشناقة والوسطاء. قالوا بعظمة لسانهم أن كل هذا الخير من الأغنام وكل هذا العدد الكبير من الأغنام أنه كان لديهم في الخفاء، كانوا يخفونهم في إسطبلاتهم دون علم الدولة. وهذا ما جعل الدولة تعتقد حقا أن الأغنام انخفض تعدادها بشكل كبير. والحقيقة هو أن أولئك المضاربين والكسابة كانوا يشترون الخرفان الصغيرة بأثمان زهيدة 1000 درهم 900 درهم 800 درهم، ثم يحتفظون بتلك الأكباش لمدة سنة أو يزيد، ثم يعاودون بيعها خلال السنة المقبلة حينما يأتي موعد عيد الأضحى المبارك، ثم يبيعونها
بأثمنة جد خالية. تجد الكساب أو الوسيط أو غيره تجده يشتري خروفا ب1000 درهم، يطعمه مدة 3 أشهر أو 100 يوم على أكبر تقدير، لأن هنا في المغرب يتم تسمين الخرفان المخصصة للعيد، يتم تسمينه ابتداء من اليوم الأول لرمضان إلى يوم العيد. إذن تقريبا 90 أو 100 يوم، يعني بالتقريب 3 أشهر و10 أيام، أي تقريبا 100 يوم يتم فيها إطعام وتسمين هذه الخرفان، ثم يعاودون بيعها بأثمان خيالية. فتجد هؤلاء الكسابة أو المضاربين يشترون خرفان بأثمنة جد بسيطة ثم يبيعونها للشعب المغربي بأثمان خيالية. وهنا أعود لأذكر ذلك العالم بحكمه في هذا عفوا. هل يجوز لأحدهم أن يشتري خروفا بثمن زهيد ثم يبيعه بثمن جد غالي وبثمن جد قياسي، ثم يأتي ويقول لك لا، على المغاربة أو على المغاربة الذين لم يستطيعوا التضحية، فتلك التضحية مجرد سنة، وبالتالي ليس عليهم أن يضحوا، وبالتالي كان على الملك المغرب ألا يصدر هذا القرار. ماذا كنت ستفعل لو كنت أنت مكانهم؟ هنا أتحدث عن هذا الشيخ المسمى مصطفى العدوي. ماذا لو كان هو مكاننا؟ هل سيستطيع شراء هذه الأضحية؟ نعم مشاهدينا الكرام، سيستطيع شراء هذه الأضحية، لأنه من علماء السوشيال ميديا، والأموال تجري تحت أقدامه كالأنهار. مثل هؤلاء العلماء صناديقهم ممتلئة بالأموال. أنا لا أعترف بهم شخصيا، أقسم بالله العظيم أنا لا أقدح في أي شخص، ولكن مثل هؤلاء العلماء الذين ينتشرون على السوشيال ميديا أنا صراحة أشمئز منهم، لأنهم يشوهون سمعة الدين الإسلامي، وهذا ما أكره فيهم. أقول لهذا العالم: اتق الله في نفسك واتق الله في الشعب المغربي، ولا تتدخل في أمور المغاربة. ختاما مشاهدينا الكرام، قرار الملك محمد السادس خلط أوراق جميع المضاربين، قام بخلط جميع الأفكار التي كانوا يفكرون بها هؤلاء المضاربين والوسطاء والشناقة. وفي نفس الوقت هذا القرار الذي اتخذه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أعطانا درسا لنا نحن المغاربة. نعم مشاهدينا الكرام، هذا القرار الذي اتخذه جلالة الملك شفاه الله أعطانا درسا كبيرا في مفهوم المقاطعة الناعمة. نعم مشاهدينا الكرام، كأن جلالة الملك محمد السادس يعلمنا فن المقاطعة. لقد رأيتم بأعينكم كيف أنه بمجرد أن صدر هذا القرار عن الديوان الملكي، بمجرد أن صدر هذا القرار لهت جميع الكسابة والشناقة والوسطاء إلى السوق ليبيعوا ماشيتهم بأثمان جد بخسة. الآن المغاربة كلهم صدموا للأثمان التي نحن عليها اليوم، 3 أيام فقط أو 4 أيام بعد هذا القرار التاريخي. الخروف الذي كانوا بالأمس يبيعونه لنا ب8,000 درهم، أي تقريبا 820 دولارا، أصبح ثمنه لا يتعدى 2500 درهم. بطبيعة الحال عدنا إلى الأثمان السابقة والأثمان الموضوعية. بطبيعة الحال هذا هو الثمن الموضوعي، لأنه كما قلت لكم في بداية الموضوع أو وسط الموضوع، لقد قلت لكم بأن أثمنة الخرفان أو الماشية التي كان ثمنها لا يتعدى 2500 درهم أصبحت بقدرة قادر تصل إلى أكثر من 8000 درهم. إذا مشاهدينا الكرام، لقد دارت الدائرة، وأصبح هؤلاء الوسطاء والشناقة والكسابة يبيعون أغنامهم التي كانوا يبيعونها لنا ب8,000 درهم أو أكثر، أصبحوا يبيعونها ب2500 درهم وأقل. وهذا في حد ذاته درس لنا نحن المغاربة. نعم مشاهدينا الكرام، هذا القرار الذي اتخذه جلالة الملك محمد السادس علمنا درسا جميلا ودرسا كبيرا في فن المقاطعة الناعمة التي يجب أن نتعلم منها كيف نفكر بفكر سليم، حتى لا يتسلط علينا مثل هؤلاء الوسطاء الذين لا يخافون الله ولا يتقون أي شيء.
همهم الوحيد هو الربح، ولو على ظهور المغاربة، ولو على ظهور والديهم وآبائهم وأمهاتهم. فهم هؤلاء المضاربون لا يعبؤون بأحد ولا يهتمون لأحد. تراهم حتى ترى المضارب أو الوسيط تراه لا يفكر حتى في والديه، فكيف له أن يفكر في هذا الشعب الذي قهر بهذه الأثمان الخيالية. وأيضا هذا الدرس الذي أعطاه لنا جلالة الملك محمد السادس شفاه الله، أيضا كشف لنا الخونة والمسترزقين الذين هم هؤلاء الوسطاء. نعم مشاهدينا الكرام، هؤلاء الوسطاء يعتبرون في نظري أنا خائنين للوطن وخائنين للدين الإسلامي، فهم يسترزقون بكل شيء ويستغلون الدين الإسلامي للربح والاختناء على ظهر أو على ظهور المغاربة. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، نلتقي مرة أخرى، إلى اللقاء.